الطلاب العادية يوم الخميس ترجع من الدوام فرحانة ومتونسة وتضحك، لأن الخميس يعني ويكند ما عندهم شي، راح يرجعون ينامون لو يلعبون. إلا أني أروح للدوام يوم الخميس الصبح تنبح علي كلاب وما متريق وبالطين. المهم أوصل للمدرسة وأقعد بالصف، يجينا أبو الإنجليزي يقول لنا طلعوا أوراق عندكم امتحان مفاجئ. ها شنو استاذ رحمة لأمك يا امتحان مفاجئ، أنا أصلا الموضوع ما قاري. والله مالي دخل، طلع أوراق عندكم امتحان مفاجئ يلا. وأخوكم ما أقولكم شنو يعني جيسوس بالدراسة. طول عليك جيسوس. المهم خلص الدوام وطلعنا من المدرسة، ولقيت الطلاب واصدقائي كلهم يضحكون ومتونسين راح يرجعون للبيت، الا اني الشخص الوحيد المهموم لان دا افكر بالعملية مال رجلي اللي راح اسويها بعد ساعتين من طلعتي للبيت. المهم والله رجعت للبيت ارتاحت لي ساعتين، ووراها رحت للدكتور شكني بأبرة بنج، وبدا يقلب ما يقلب برجلي ويلعب بيها ويبحوش بيها. بعد شوية فتح البنج من رجلي، وما اقولكم على الألم، ظليت بس اصيح لمدة 4 ساعات صدقوني. واني